لما تكون بتشتغل مش كل حاجة تسمعها تروح تقولها، مش كل حاجة تسمعها تروح تجري على مديرك تقولها، مش كل حاجة تسمعها تروح لزميلك تقولها، مش كل حاجة تسمعها تروح مثلا زميلك المقرب ليك في الشغل تقوله. انت ما تضمنش الزميل ده ممكن يتقلب معاك في لحظة، ممكن يبقى بدل ما هو زميلك وحبيبك كده يبقى عدو. احنا ما بنتوقعش يعني الوحش، بس برضو الدنيا ماشية كده، يعني فجأة الدنيا بتتغير والناس بتتغير. كمان ممكن الكلام ده يكون ملوش اي لزوم ان انت تقوله اساسا، ان انت سمعته ده ممكن يكون مش من مصدر موثوق منه تطلع انت كذاب. ممكن يكون يعمل اشاعة في الشغل، يقولوا ايه ده احمد ولا محسن هو اللي قال ايا كان اسمك ايه. فهي يعني ممكن ايه، في ناس كده الموضوع يلف 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 ويلبس فيها. فانت ما تحطش نفسك في المواقف دي. روح الشغل بتاعك، اشتغل، خلص شغلك، انت بتاخد مرتب منه زي الفل اول الشهر، امشي. روح الشغل اشتغل وامشي، اشتغل وامشي. الكلام يبقى يعني قليل قوي، هزر واضحك كل حاجة، بس في كلام عادي. عارف الكلام العادي، ما تدخلش في تفاصيل، ما تدخلش ده رئيس الشركة هيعمل كذا وكذا وكذا وعمل كذا وكذا. انا سمعت عن رئيس الشركة ان هو هيعمل كذا. عارف انا سمعت دي هتلف الشغل كله، استاذ محسن هو اللي قال. انت هتلبس في الحيطة بجد. الاشغال يا جماعة عايزة برضو ان انت بقدر امكان تقفل بقك، مش عايزة ان هي تمشي كده تقول انا شفت، انا عملت، انا قلت، رئيس الشركة بيعمل ده، زميلي بيعمل ده، انا شفت مش عارف زميلي في الشؤون القانونية فوق شكله كان بيتحقق معاه بقى، وتفضل تبحث وراه هو بيتحقق معاه في ايه، هو بيعمل ايه في حياته. هو مالكش دعوة بالكلام ده، ما تتدخلش في الملكش فيه، ما تحشرش نفسك في اللي ملكش فيه. انت ليك شغلك، روح اعمل شغلك وامشي. ما تفضلش تتكلم 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 وتوقع نفسك في مشاكل. ما تفضلش ان انت تاخد من هنا تحط هنا، تاخد من هنا تحط هنا، دي هتوقعك في مصايب. احنا بنروح شغلنا ده ليه كل يوم؟ علشان ناخد منه مرتب، غير كده مفيش ان انت تقعد تتكلم مع ده وتجيب من ده تحط على ده، وده يقول لك كلمة تروح تقول لده، وده يقول لك وعارفه ايه. لان انا برضو يا جماعة، برضو انا صادفت الناس دي اللي هي بتاخد من هنا تحط هنا دي، وبتقع في مصايب. فانا بحب انصحكم بالحاجات اللي انا بشوفها في حياتي واللي انا بصادفها في حياتي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات في كلامي، واعملوا لي اشتراك او متابعة حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.